أهلا بيكم متابعينا الكرام والأعزاء. لو انتم محبوا متابعة أخبار النجوم ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. رضوى الشربيني توجه رسالة ساخرة لحسن شاكوش. نشرت الإعلامية رضوى الشربيني على حسابها الخاص بتويتر صورة للمطرب المهرجانات حسن شاكوش مع زوجته ريم طارق، وصورة أخرى لريم وهي ساجدة في حفل زفافها، وعلقت على حالة الجدل التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحرير زوجة حسن شاكوش محضرا ضده تتهم فيها بطردها من المنزل في وقت متأخر من الليل، وذلك داخل الكومباوند شهير بمنطقة أكتوبر، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضا إيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق. وقالت رضوى الشربيني في تغريدتها الساخرة: كده يا حسن تضرب بنت الكيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك، وكمان تدخلها الاسم بعد شهرين جواز. يا راجل، تقديرك للراجل اللي معاكي يا بنتي بيتبني بالمواقف والعشرة، ودول الإثبات الوحيد، فما تقدريش توصفي الأحداث، وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه. الله يكون في عونها. وكانت رضوى الشربيني علقت على السجدة التي قامت بها زوجة حسن شاكوش وقت حفل زفافهم في مارس، والتي أثارت ضجة كبيرة وقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلقت وقتها قائلة: من خلال برنامجها هي وبس، كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه. وتعليقي أنا على الواقعة بعيدة عن ريم طارق، إنه إزاي إن واحدة ست هانم أنزل على ركبي ومنها على الأرض قدام الناس بفستان الفرح، وما يصحش. وأنا كأنثى بقول لأ، ومشكلتنا والخوف لو تحول الأمر إلى ترند وكل واحدة نلاقي ليها صورة وهي ساجدة في الأرض بفستان الفرح بتحمد ربنا على عريسها. وتابعت رضوى الشربيني قائلة: يا ريت يا بنات ما تعملوش كده أبدا، لما أجي أحمد ربنا موجود، فإحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم أعمل كما. وكانت مصادر رسمية كشفت أن أجهزة الأمن بالجيزة طلقت بلاغا داخل قسم شرطة أكتوبر من زوجة شاكوش، وأحيل البلاغ للنيابة العامة لتبدأ التحقيقات حسب ما جاء في موقع صحيفة المصري اليوم. وجاء في المحضر أنه بحضور ريم صادق 28 سنة ربة منزل ومقيمة داخل كومباوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته حسن شاكوش لطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال الأمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق. وبررت ريم تأخرها في البلاغ أنها كانت تأمل في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له وطلبت إثبات الحالة. ويذكر أنه في رمضان 2023 حل الزوجين ضيفين على برنامج العرافة، وشهدت الحلقة أن شوب خلاف بينهما بسبب سؤال شيخ العرافين بأنه متزوج بأخرى ويسكنان في شقة بالتجمع، وأهدته سلسلة وأهداها سيارة. وذهب شيخ العرافين إلى أبعد من ذلك وقال إن الكلب الذي أهداه حسن شاكوش لزوجته هو في الأصل لزوجته الأخرى. وكان حسن شاكوش وريم تزوجا في مارس 2023 في حفل زفاف كبير أحياه النجم تامر حسني. وإذا عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات.